السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبداه ببركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبايب قلب، ذكر الله تتمنى القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقول لك لو وراكي شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل اطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدري تخلصي كل اللي وراك. طبعا احنا دلوقتي الصبح بدري، صباحكم كله هنا وسعاده ورزق وراحه بال وجبر خاطر، امين يا رب العالمين. الوقت بقى كده هنروق كده التلاجة ونمسحها كده ونعقمها. طبعا بس حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر شعبان. اللهم بلغنا شعب رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. طبعا بقى اقول لك شجعي لو عندك التلاجة بقى كده عايزه تنضف، قومي كده سمي قولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وقومي نضفيها بقى كده وروقيها. هننضفها مع بعض واخليها اجهز بقى البخار بقى ان هنعقم. الوقت بقى جهزت بقى البخاخ اهوت، حطيت فيه بقى شويه من البريل وشويه بقى من الخل كده، وحطيت عليهم بقى ميه من الخل. طبعا جميل جدا بيمنع اي روايح بقى كريهه في التلاجة. هشيل بقى كل الحاجات الموجوده في التلاجة وننضفها مع بعض. طبعا هشيل بقى كل الحاجات اللي هي في التلاجة، مثلا اللي في باب التلاجة اللي مش محتاجينها ولا حاجه. هشيلها بقى وانضفها كده. طبعا لازم كل اسبوع تتنضف كده وتتوضب. لو في اي حاجات مش محتاجينها هنشيلها بقى نخرجها بره التلاجة. هنشيل بقى ايه الحاجات بقى اللي هي الكويسه، يعني نشيل مثلا علبه الجبنه ومثلا علبه البيض بقى كده هنضفها برضو اهي، وفي اي حاجه كده مش كويسه هنشيلها. واشيل بقى ايه الخضروات بقى الخيار والحاجات دي احطها برضو في العلب بتاعته. واشيل بقى الحاجات اللي في الباب دي هنمسحها ونروقها مش تاخد منه وقت خالص. طبعا لازم نكون بقى شايلين الفيشه بتاعه التلاجة، واي حاجه بقى في التلاجة كده مثلا بواقي بقى اي حاجه من كده مركونه في التلاجة هشيلها بقى كده وانضفها بقى الحاجات اللي هي مش محتاجينها. احطها بقى في الجردل بتاع الطيور كده، ونفس بقى الباب ده والحاجات دي برده كده، الحاجات اللي ملهاش لازمه كده ننضفها مع بعض كده. الحاجات بقى اللي ملهاش لازمه، الحاجات اللي هي البايظه برده جايبه جنبي جردل بتاع الطيور اهو، حاطه جنبي كده على الارض اهوت. اي حاجه بقى مش كويسه بحطها بقى للطيور كده، بحطها بقى في الجردل هنا. وعايزه اوريكم برده اللي هو دوت، طبعا دوت اللي هو بديل الفستق، يعني الفستق الكداب كنت عاملاه ما شاء الله رمضان اللي فات. كنت عامله بقى برطمان كبير جدا، ولسه بقى الحبه دول شايفين ما شاء الله اللون بتاعه جميل جدا ازاي. ده زي ما بيقولوا الفستق الكداب. كنت طبعا ده كان بقى فول سوداني متحمص، وكنت حاطه بقى كده عليه اللون كده، وكنت عاملاه بالشكل ده كده جميل جدا. وترش بقى كده على الحلويات واحطها بقى في التلاجة بقى فتره كبيره جدا عندي. اشيل بقى اللي هي البرطمانات والحاجات اللي هي ملهاش لازمه هنا الفاضيه ديت، واشيلها كده. انضف بقى واغسل بقى الحاجات دي. دلوقتي بقى جبت معايا السلكه كده الناعمه، ومعايا بقى شويه ميه ببريل كده بزود، يعني لو البخاخ بقى ما ينفعش لان في اماكن بتكون عايزه تتمسح بقى كويس. هنمسح بقى كده التلاجة. فضيتها بقى وبدات امسح فيها، وبدات بقى امسح بقى على التلاجة. طبعا التلاجة اللمبه بتاعتها محروقه، يعني بصراحه كل فتره اجيب لها اللمبه بس بتتحرق برده ما فيش فايده فيها، زي في مشكله يعني في الجراب بتاع اللمبه. دلوقتي بقى بدات افضي بقى الخضار. طبعا كنت جايبه شويه مشتريات كده من السوق. فضل بقى الفلفل اهوت في العلب بتاعته والطماطم، حطهم بقى هنا كده في الثلاجه من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الفلفل ده يا بنات بيكون جميل جدا. طبعا بيقول يعني سمعت ان هو بيرفع المناعه يعني، وبيعالج لو عندك مثلا برد ولا حاجه. الفلفل ده بيضايق على البرد، ولو في مثلا المناخير بتنزل ميه ولا حاجه رشح يعني، بيعالج الرشح جميل جدا. شايفين ما شاء الله طازه ازاي وجميل. فانا جبت منه بقى كده، هو كان نفس الثمن فجبت منه قرنين ثلاثه كده مع الفلفل، حطيتهم بقى كده. طبعا الحاجات دي بسيطه بس بتكون لازم يعني كل اسبوع لازم نجيبها بقى، الفلفل الخيار الطماطم البرنجان، الحاجات دي لازم كده كل اسبوع نجيبها نحطها بقى في الثلاجه. هكمل بقى نظافتها. طبعا نضفت معانا بس طبعا عشان التلاجة مش منوره فمش باين قوي يعني. حطيت بقى ايه في المنظمات اهوت الخيار والفلفل، ودي طماطم اهوت، وده الفلفل التاني، ودي العلبه اللي هي بتاعه البيض. وحطيت بقى علبه الجبنه واللانش والحاجات دي في التلاجة ونضفتها. وحطيت الليمون بقى في كيس تلاجة ابيض كده، وكان في شنطه سمرا يعني كنت جايباها من السوق كده. فطبعا فضيته بقى في كيس ابيض حطيته بقى في التلاجة. طبعا جميل جدا لازم يكون يعني على طول موجود في التلاجة كده. وخلاص هنضفها بقى من بره ونمسحها. نمسحها بقى من بره كده واروقها انضفها، هتبقى زي الفل بقى معانا. والحرارة ديت كده وكده بقى خلصت ومسحت باب التلاجة اهو وروقتها. وبجد بشكركم، شجعتوني وشجعت بكم. وقت اقول لكم بقى شكرا لكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.